أيها العالم فلتسمع، أيها العالم فلتسمع، لن نستطيع إيقاف انتشار الإسلام إلا بنشر الجنس والدعارة بين فتيات المسلمين. هكذا وبكل صراحة لم يبق شيء لنخفيه. ما قيل ليس ضرب من خيال ولا افتراء من عند أنفسنا، بل هو خط عريض كتب في صحيفة الإندبندنت المشهورة عالميا، حيث صرحوا فيها أن السبيل الوحيد لوقف التطرف الإسلامي هو نشر الجنس بين فتيات المسلمين. ولا يخفى على كل ذي لب أن التطرف ما هو إلا شعار لمحاربة الإسلام. هي ليست المرة الأولى التي يصرح فيها الغرب بذلك، سبقها جدهم الأكبر إبان الحرب الصليبية حين توالت انتصارات المسلمين، فقال قبل مئات السنين: كأس وغانية تفعلان بالمسلمين ما لا تفعله جيوش الصليب. ولا زال الإعلام الغربي والعربي يسير على خطى أجدادهم الصليبيين، وليس الأمر مقصورا على بث الشهوات بل وحتى الشبهات. فهذه قناة BBC البريطانية خصصت حلقات لدعم الإلحاد والشذوذ في السعودية. مرت 4 سنوات الآن منذ أن توقفت عن الإيمان وتلك نيويورك تايمز CNN خصصت أفلاما وثائقية وتقارير عن إسقاط الولاية. بل الأدهى من ذلك هو مؤتمر علني حضره مرشح الرئاسة الأمريكية وضباط استخبارات وقساوسة ورهبان، لم يجمعهم إلا حربهم على الإسلام، وكانت قضيتهم الكبرى كيف نهزم الإسلام، واضعين خططهم العلمية في حربهم على الإسلام. That doctrine tells the devout Muslim what abrogation is. It tells the devout Muslim how to read any particular. منظومة لا تكل ولا تمل في استهداف الإسلام وأهله، ولكن متى تستيقظ أمة محمد من سباتها؟